هذا كله من علماء الجزائر. نبتدئ به في هذه إن الله مع الصابرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك. أئمة الشؤون الدينية وكذلك هو المجلس الإسلامي الأعلى قام بإقامة هذا الحفل التأبيني لوفاة الشيخ محمد طاهر آية علجت، حتى نتذكر مآثره. في الحقيقة هو كان رجل جهاد، جاهد بالعلم وبالسلاح. تشرفت اليوم أيما شرف أن أحضر لي شهادات عزيزة التي استمعت لها ضمن هذه التأبينية الكريمة التي أقيمت لروح شيخنا الجليل الشيخ فقيد الجزائر الشيخ محمد الطاهر آل تعلجت، والذي يمثل واحدا من رجالات هذه الأمة الذي أفنى شبابه وبدأ نضاله وهو شابا في صفوف جبهة التحرير الوطني مكافحا منافحا. نحضر اليوم تأبينية أخرى لفقيدنا الغالي العلامة الشيخ محمد طاهر آية علجت، والحقيقة نحن نتألم دائما أننا حينما نحضر تأبينية لمن نودعه نتأسف أننا لم نكن مهتمين به قبل وفاته، لم نستفد كثيرا من علمه، لم نعرف به شبابنا، لم نحتك به أكثر. إننا اليوم سعدنا بتأبين الشيخ الجليل محمد طاهر آية علجت البجائي بذكر خصاله الأخلاقية والعلمية والجهادية، وذلك ليكون مثلا أعلى يقتدي به شبابنا اليوم.